السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن ليه الميلاتونين ده أو ده أو ده أحسن من البنادول نايت. أول كده إيه هو الميلاتونين؟ الميلاتونين ده هو عبارة عن هرمون بيفرز عشان يساعدك على الدخول في النوم. بيفرز من الغدة النخامية ولازم يكون في مكان مظلم، ودي من آيات ربنا سبحانه وتعالى لما قال وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. فعشان كده لما تيجي تنام بالنهار ما بتعرفش تنام كويس لأن الهرمون ده بيفرز في مكان مظلم. طيب الناس كبار السن بقى او الناس اللي عندها مشاكل في الدوامات، اسبوع بيداوموا الصبح واسبوع بيداوموا بالليل، الناس اللي عندها صعوبة في الدخول في النوم بياخدوا الميلاتونين. طيب في ناس عندها اكتئاب او ناس عندها اضطرابات نفسية، الميلاتونين مش هيعمل اي حاجة، ده لازما يتابع مع دكتور نفسي لان ليه علاجات تانية ومختصة اكتر لها علاقة بالهرمونات من زاوية اخرى يعني او من اتجاه تاني خالص. طيب ايه جرعة الميلاتونين اللي احنا ممكن ناخدها خلال اليوم؟ وهي متاح ليك تاخد لحد 10 جرام في اليوم، بس الجرعة اللي بنقولها ان هو انت بتاخد قرصين قبل النوم بتلت ساعة، سواء بقى في قراص تركيزها 1.5، في قراص تركيزها 5 جرام، وفي قراص تركيزها 3 جرام، فعادي. بس لو حضرتك خدت الأقراص دي وماسك التليفون أو سايب نور الأوضة مفتوح أو حواليك صوت عالي مش هتنام، لأن الهرمون ده أصلا شغله إن أنت تكون في مكان مظلم، مكان هادي، ما عندكش أي اضطرابات نفسية جديدة أو أي أعراض لاكتئاب. الميزة بقى في الميلاتونين إن هو ملوش أي أعراض جانبية عكس البنادول نايت. البنادول نايت في مادة اللي هي الدايفين هيدرامين، ده بيسبب صعوبة في الاستيقاظ، بيسبب ضيق، ممكن يسبب لك خنقة أصلا خلال اليوم إنك مش مفوق كويس. غير الناس اللي عندها إمساك أصلا ممكن يسبب زيادة في مشاكل الإمساك، أو الاستخدام لفترة طويلة ممكن يسبب لك إمساك. فهو غير آمن بالمرة، بس لكن هو حل سريع ورخيص. لكن الميلاتونين حل غالي وآمن. ده كل الفرق بين الميلاتونين والبنادول نايت. وانا كده خلصت، بس يعني لو انت وصلت لهنا ولسه ما عملتش سبسكرايب او لايك على الفيديو او شير او الكلام ده كله فاعمله. سلام.